السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل الشاورما بطريقة سهلة جدا، الأولاد بيحبوها جدا وبيشتروها من بره، أسعارها بقت غالية جدا مبالغ فيها. هنعمل العيش السوري أو عيش التورتيلا بطريقة سهلة جدا ومبسطة، مش هتاخد وقت خالص. نعمل التومية وهنعمل كمان الساندوتش بالحشو بطريقة سهلة جدا. يلا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي كلامنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اول حاجه انا هنا معايا كيلو دقيق ونخلاه، حط عليه رشه ملح ورشه سكر، معلقه سكر، وحط عليها كوبايتين يعني علبتين زبادي من عند اللبان بره او بمعادل كوب زبادي، ونزلت بالميه الدافيه تدريجا عليها وعجنت العجينه بتاعتي. الزبادي دي اختياري مش اجباري، بس ادت طعم روعه للعيش. يعني مش عايزه تحطي الزبادي ما تحطهاش، اعجني العجينه بتاعتك وبتبقى قاسيه شويه. شايفين بتبقى العجينه قاسيه شويه. هننزل بالعجينه بتاعتنا ونديها كده مسحه زيت كده، نغلفها بيها ونسيبها تريح حوالي نص ساعه. بعد كده هنبتدي نشتغل فيها في نفس التوقيت. انا اساسا في الوقت اللي هي كانت بتريح فيها انا عملت بقيه حاجات الشاورما، بس هنا انا مصوره العجينه الاول. هقطع العجينه بالتساوي على قد ما اقدر، تخليها بالتساوي. لو عندك ميزان المنزلي تحط عليها الكور بالتساوي، فانت حره شخصيه بحجم اللي الرغيف اللي انت عايزاه. قطعيها كور وحطي عليها كيس نايلون، يعني مبلاش كمان قماشه، لان القماشه هتخليها تنشف منك وتشقق عقبال ما انت توصلي لنص العجينه لو عامله كميه كبيره. انما الكيس فبيخليها طريه عشان تتفرد معاكي بسهوله جدا. هتحطي رشه دقيق حلوه بقى على كده على الرخامه بتاعتك او على الترابيزه على الكونتر اللي انت تشتغلي عليه. وبعد كده هتبتدي تفردي العجينه بتاعتك وبالنشابه تفرديها لحد ما انت زي ما تقولي تورقيها كده، تورقي العجينه خالص لحد ما تبقى ايدك شفافه منها. لو حسيتي ان العجينه منك بتلزق منك من تحت او كده، ممكن تحطي رشه دقيق تاني وتفردي بالنشابه بالسريع، اي حاجه عندك تفردي بيها لما العجينه معاكي تحسيها مورقه، تمسكيها من تحت تبقى شايفه ايدك فيها. وتخلي بالك كويس قوي ان العجينه لازم تكون بتبقى رقيقه جدا بعد ما بتخلص، فعشان ما تتقطعش منك. حلو الكلام. شايفين سهله جدا تعمليها في البيت. شويه ميه ودقيق وملح تعملي الجمال ده. شايفين الجمال دوت. بصي ايدك من تحت كده باينه مورقه ازاي، وايدك باينه شفافه جدا. خلي بالك كويس قوي عشان خاطر بتبقى العجينه رقيقه جدا. لو اول مره تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك والشير، تقولوا لي ايه رايكم في الوصفه الجميله دي. بس كده. بصوا شايفينها بنفردها بكل سهوله وما بتاخدش وقت خالص. ولو لزقت مننا نروح جايين عاملين زودين حبه دقيق تاني، رشه دقيق، هتتفرد معانا بكل سهوله. انا هنا فردت واحده تانية على السريع كمان بسرعه كده عشان خاطر تبان معاكم ازاي نفردها وبكل سهوله وبساطه. بس ننفضها من الدقيق بتاعنا اللي احنا فردنا عليها قبل ما نبتدي التسويه بتاعتنا. تسويه سهله جدا ما بتاخدش وقت خالص، بس اهم حاجه التكات بتاعتنا. نجيب اي صينيه عندنا ونقلبها ونسوي عليها. حلو الكلام كده. ونروح جاي النار تكون متوسطه. النار تكون متوسطه يا دوبك تشمع بس كده، هتقلبيها الاتجاه التاني. مش هتاخد اي وقت خالص. بس اول ما تاخد منك اللون بقى بتاعتك هتلاقيها عم تعمل فقايع ولا حاجه، ده عادي جدا. شايفين لما توصل معاك اخدت اللون ده كده بالظبط وفي حته حمرا كده، كده العجينه بتاعتك استوت تماما وجميله جدا. بجرب معاك واحده تانية على الصينيه بتاعتنا كده ونقلبها زي ما شايفين. هو ده كان وقت التسويه بتاعتها بالظبط، يعني ما سرعتش فيها. بس كده خلاص. سهله جدا وبسيطه وبجد طعمه رهيب. نشتريه من بره بالغالي جدا وتقدري تعمليه في البيت بشويه ميه وملح، يعني ما بياخدش اي وقت خالص. وحبة سكر. انا خلصت الكمية بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين. سهلة جدا. بصي العيش عامل ازاي، طري جدا وممتاز. كمان في خطوة كمان، لما العيش لما يطلع حطيه في كيس او مثلا حطي عليه فوطة. يعني انت خلصتي العيش حطي عليه فوطة عشان يفضل معاكي طري وحلو. تمام كده. وطعمه رهيب. تعالى بقى نحضر التتبيلة بتاعتنا. انا عملت التتبيلة بتاعتنا دي في الوقت اللي كانت العجينة ترتاح فيها. قطعت الفراخ عندي جوانح، عملت التتبيله حلوه جدا، شرايح كده سلايس كلها حلوه كده. ورحت جايه بعد كده حاطه عليها كوبايه زبادي. كوبايه زبادي عادي من اللي هي عند اللبان. وعليها معلقتين كاتشب، معلقتين صلصه. لا مش صلصه معلش، حطيت معلقتين كاتشب. حطيت توم باودر، بصل باودر نص معلقه ونص معلقه. نص معلقه كركم، معلقه كبيره بابريكا، فلفل اسمر، جنزبيل نص معلقه، رشه فلفل اسمر، والملح بتاعنا. حطيت عصره ليمونه كامله ومعلقه خل كبيره، وقلبت الكلام ده كله مع بعض. يعني البهارات بتاعتنا كركم، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، جنزبيل وجنزبيل
وحطينا ملح وفلفل اسمر وحطينا عليها معلقتين كاتشب، ننزل بمعلقتين زيت زيتون، وبعد كده انزلي بالفراخ بتاعتك لما تتشوح وتتبل معاكي، بجد طعمها رهيب جدا جدا. بس كده اول ما تستوى معانا بقى كده وتلاقيها دخلت في السوا معاكي، انزلي عليها بقى بفلفل الوان وكمان فلفل اخضر، ولو عايزه تحطي معاها بصل حطي، اللي مش بيحب البصل يعني ده انت عاملاه في البيت فبتحطي الحاجه اللي انت بتحبيها والاولاد بيحبوها بدل ما تشتروها من بره بالغالي. بس كده تسيبيها بقى تستوي، حضري بقى التوميه بتاعتك. التوميه بتاعتك بتكون عباره عن زبادي وليمون، وعليها كمان مايونيز، تحطي معلقتين مايونيز كبار، حطي عليهم في 4 فصوص توم مفرومين كويس جدا، حطي عليهم الملح بتاعهم، وقلبي الكلام ده كله كويس جدا مع بعض لما يتجانسوا مع بعض، وتسيبيها نص ساعه في التلاجة لما تتجانس كويس وتتمسك كويس وتدوقي طعمها حلو. وبس كده، دي التوميه بتاعتنا. دي توميه سهله وسريعه وصحيه واقتصاديه كمان وطعمها حلو جدا. في توميه طريقه تانية بالنشا، بس انا دي بالنسبه لي كانت صحيه اكتر. هتحطي التوم بتاعها وتحطي زبادي وهتحطي معاها ليمون والمايونيز بتاعها والملح، والف هنا وصحة عليك. نحضر بقى السندوتشات بتاعتنا. هنجيب العيش بتاعنا، شايفينه جميل ازاي، ننزل بالتوميه بتاعتنا، نحط عليها الفراخ بتاعتنا، وحطي بطاطس، حطي كمان عليها مخلل خيار ترانشات كده، الشاورما بيحطوا فيها مخلل خيار. عايزه تحطي شرايح بصل من جوه مع الساندوتش، تحطي بقدونس، تحطي اللي انت تحبيه، كاتشب مايونيز زي ما انت عايزه تحطي عليه حطي، يعني كل واحد يحط بقى من جوه النكهات اللي هو بيحبها. بس الاساسيات التوميه، الخيار المخلل، البطاطس من جوه، الفراخ طبعا بتاعتنا، والتوميه دي الاساسيات بتاعتنا. لو عجبكم الفيديو والطريقه يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك والشير. يلا نشوف بقى احنا سويناها ازاي على الجريلا بتاعتنا اللي هي بتكون مثلا مربعه، عشان ايه يعني بديل اللي هي المكنه الكبس اللي بتبقى من بره، اللي هي تبقى فيها كده زي ما انتم شايفين كده. تحط من تحت كده مسحه سمنه. لو كمان يا حبذا لو عندك مطرح التتبيله اللي هي بتاعه الشاورما، تمسحي بيها الساندوتش بتاعك كده من فوق عشان ياخد كمان الساندوتش معاكي، ياخد الطعم بتاعها بجد رهيب. بالفرشه كده اروح جايه ماسحه الساندوتش فوق بالتتبيله بتاعتها، وانزل عليها على الجريلا كده، وحاطه برده سمنه من تحت عشان الساندوتش كده ازاي ياخد معانا لون حلو، يبقى طعمه بجد رهيب، والتتبيله اديته طعم تحفه. وقدميه بالف هنا وصحه. معاكي بقى كاتشب مايونيز توميه اللي انت عايزاه، بكل واحد ما دام عاملينه في البيت ياكله بالطريقه اللي يحبها. الف هنا وصحه عليكم، طريقته سهله جدا ومبسطه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده من قناه لمة العيله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.